السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شلونكم؟ شخباركم؟ رجعنا وياكم في فيديو جديد. اليوم من خلال هذا الفيديو راح نشرح مهام الاسبوع الاول ومهام الموسم بعد ما نزل ويانا الرويال باس الجديد. فحبايب قلبي طبعا راح ننشر التسريبات على صفحتنا على فيسبوك، فان شاء الله من اليوم وقادم الايام اي تسريبات راح تنزل على صفحتنا على الفيسبوك. اللي اريده منكم انه شكو واحد يشاهدنا حاليا يدخل على الرابط اسفل الفيديو ويتابعنا على صفحتنا على الفيسبوك. فهسه خلينا نروح نشوف نشرح المهام الاسبوع الجديدة والمهام الموسم اللي نزلت ويانا بعد ما نزل ويانا رويال باس اي 2. نعم حبايب قلبي، نروح على الرويال باس. طبعا مثل ما تشوفون اليوم بدا ويانا رويال باس جديد. ندخل على مهام الاسبوعية. مثل ما تشوفون التحدي الاسبوعي اللي هو ب8 اسابيع، وتحدي الموسم اللي هو موسم كامل. فمثل ما تشوفون هسه الاسبوع الاول اول مهمة مطلوبة من عندي اربح مباراة كلاسيكية واحد من خلال ارتداء صدرية عسكرية المستوى 3. طبعا هذه هي الدرع المستوى 3، بمجرد ما انت تلبسه وتربح مباراة راح تفوز وراح تكتمل عندكم هذا المهمة. حبايب قلبي بعض المهمات راح انزل لكم او احط لكم مقطع قصير مصغر داخل الفيديو وانا اشرحه، يعني وانا اشرح راح تظهر عندكم شلون تكملون المهمة. اما بالنسبة للمهمة اللي بعدها استخدم الضمادات، اللي هو هذه الضمادات مثل ما تشوفون مجرد ما تستخدمون 20 مرة في الوضع الكلاسيكي راح تكتمل عندكم هذه المهمة. طبعا هذني اول مهمتين اللي هي مهمات الاليتا اللي محسوبة ضمن مهمات الاليتا، وايضا المهمة الاخرى اللي هي تحرك المسافة اكثر من 3000 من الامتار اثناء تشغيل مركبة خاصة اللي هي ميرادو. طبعا هذه السيارة الجديدة اللي تمت اضافتها مثل ما تشوفون قدامكم، وبمجرد ما تمشون 3000 من الامتار راح تكتمل عندكم هذه المهمة. اما المهمة اللي بعدها اللي هي مال الوقت، هذا بمجرد ما تلعبوا راح تكتمل عندكم وقابلة للتكرار، يعني 6 مرات تكتمل. والمهمة اللي بعدها حبايب قلبي يقول لك جهز سلاحين ناريين بكامل الملحقات في نفس الوقت في 5 من المباريات في الوضع الكلاسيكي. هذه تكتمل في ارانجل او اللي فيكم مجرد ما تشيلون السلاح، السلاحين طبعا لازم يكون السلاحين نفس السلاح وتجهزون بكامل الملحقات. افضل شيء حتى تكملون هذه المهمة تروحون على المتجر وتشترون الدي بي او البي كي سي وتحطون الملحقات اللي هي سكوب والمعادل مالتها. ما بالنسبة للمهمة اللي بعدها اللي هي اكمل 5 من المباريات مع الاصدقاء في الوضع الكلاسيكي او باتل رويال. طبعا هذا باتل رويال اللي هو نطلع من هنا وندخل هذا اللي هو التحديث الجديد. مجرد ما تلعبون مع الاصدقاء راح تكتمل عندكم هذه المهمة بكل سهولة. المهمة اللي بعدها حبايب قلبي يقول لك التقط مسدس الوميض في 3 من المباريات ضمن فريق في الوضع الكلاسيكي. هذه بمجرد ما تشيلون مسدس الدروب او الفلير طبعا تلقونه اكثر شيء في ارانجل وراح تكتمل عندكم مجرد ما تشيلونه 3 من المباريات. اما المهمة اللي بعدها اللي هي يقول لك امنع 20 من الاعجابات لزملاء الفريق. بعد ما تنتهي المباراة تدوسون لايك او اعجاب لاصدقائكم راح تكتمل. اما بالنسبة او المهمة اللي بعدها اكمل 3 من المباريات في الوضع المستبق اللي هو مود دراغون بول. طبعا وين تلقونه تروحون على المود بعدين على غير مصنف، هذا المود بمجرد ما تلعبون به راح تكتمل عندكم هذه المهمة. المهمة اللي بعدها حبايب قلبي اللي هي يقول لك الاسبوع الاول فقط سجل الدخول الى اللعبة 3 من الايام اجمالا. الاسبوع الاول مجرد ما سجل دخول راح تكتمل عندكم هذه المهمة. اما المهمة اللي بعدها يقول لك تجهيز بدرع من المستوى 4 الواحد من المرات في باتل رويال. حبايب قلبي هذا تكتمل ايضا في باتل رويال، تجون على تحديد الخرائط بعدين غير مصنف. هنا بمجرد ما انتم تدخلون تختارون الشخصية اللي انتم تريدونها وبعدها راح تقدرون ترقون الدرع مالتكم او مجرد ما ترقون المستوى 4 راح حبايب قلبي تكتمل عندكم هذه المهمة بكل سهولة. طبعا مثل ما تشوفون الاشياء اللي ترقي مثل ما تشوفون هذا قدامكم بالمقطع القصير حتى ترقون الدرع مالتكم. اما بالنسبة للمهمة اللي قبل الاخيرة او الاخيرة اللي هي التقط بندقية الكار، طبعا الكار كلكم تعرفونه بمجرد ما تشيلونه راح تكتمل عندكم هذه المهمة. والمهمة الأخيرة يقول لك ارسل هدايا إلى واحد من الأصدقاء اللي هي مجرد ما ترسل شعبية راح تكتمل عندكم هذه المهمة.
اما بالنسبة لمهمات التحدي الموسم حبايب قلبي، هذه المهمات خلال موسم كامل، يعني راح تبقى عندكم وياكم، وبمجرد ما تخلصونها خلاص بعد ما تقدرون تكملونها مرة اخرى. اول مهمة حبايب قلبي يقول لك استبعد اكثر من 6 من اللاعبين في الوضع الكلاسيكي او باتل رويال. طبعا هذه بمجرد ما تلعب بارانجل او ليفيك او المود الجديد مود دراغون بول راح تكتمل عندكم بمجرد ما تستبعدون 6. المهمة اللي بعدها يقول لك الحق مع مجموعة 100 من الضرر باستخدام طلقات الراس. في الوضع الكلاسيكي لازم تجيبون ضرر بطلقات الراس، يعني هيد شوت، راح تكتمل عندكم هذه المهمة. اما المهمة اللي بعد هي اللي هي تسلق العقبات 50 من مرات. طبعا هذه سبق انه شرحناها وكلش سهلة وتعرفونها. المهام اللي اخرى ايضا اجمع 5 من انواع مختلفة من الاسلحة، ايضا سهلة، بمجرد ما تشيل اي سلاح راح تكتمل عندكم المهمة. طبعا هذه تشيلون السلاح وتشمرونه عادي ماكو مشكلة، يعني تشيلون 5 اسلحة. المهمة اللي بعدها تابع زملائك في الفريق عند القفز، هذه ايضا سبق انه شرحناها في الفيديوهات السابقة، اللي هي مجرد ما انت بالطيارة تتابع اصدقائك. اما المهمة اللي بعدها استبعد 10 من اللاعبين اثناء الركض في وضع كلاسيكي، او يعني مجرد ما انت تركض او هو اللاعب يركض انت تقتله راح تكتمل عندكم هذه المهمة. المهمة اللي بعدها اكملة 8 من المباريات مع الاصدقاء في اي وضع، هذه سهلة. استبعد 50 من اللاعبين اجمالا في الوضع الكلاسيكي، ايضا سهلة. والباقيات المهمات كل سهلة وبسيطة حبايب قلبي. مثل ما تشوفون كسر 5 من النوافذ في الوضع الكلاسيكي اللي هو الجام، مجرد ما تكسرونه راح تكتمل عندكم هذه المهمة. اما المهمة اللي بعدها يقول لك اكمل 10 من المباريات في اي وضع من يوم الجمعة الى يوم الاحد، يعني من الجمعة ليوم الاحد لازم تلعب 10 مباريات حتى تكمل وتحتسب عندك هذه المهمة. طبعا المهمات الباقية والاخيرة كاد لها شرح، ومثل ما تشوفون استخدم 5 من شخصيات الدراغون بول. هذه طبعا هذه وين تكتمل بالخريطة الجديدة اللي هو الغير مصنف. بعد ما تدخلون تختارون الشخصية او اي شخصية، هو قايل لك 5 شخصيات لازم كلهن تختارهن وتلعب بيهن تجربهن. اما المهمات الاخرى حبايب قلبي كل سهلة وبسيطة اللي هي مال الوقت. وهذا كل ما كان بالفيديو حبايب قلبي، اتمنى ما طال عليكم الفيديو. اي سؤال او اي استفسار او اي مشكلة تواجهكم اكتبوا لي اياها بالتعليق اسفل الفيديو، وانتظرونا فيديو جديد من قناة احمد الشيباني.